يعلم السيد وائل أن المثلية في النجف الأشرف هي من أكثر مدن انتشارا، 8000 كلام خطير سيد بشير. نعم، هذه الإحصائيات اللي راح أذكرها اليوم أنا ما جاي أحكي بها جزافا. هل يعلم السيد وائل المثلية بمدينة النجف بهاي النسبة؟ بالنجف أكثر مدينة بالعراق في النجف موضوع المثلية والشذوذ الجنسي، وما ندخل بهاي. تتحمل مسؤولية كلامك واتهامك الواضح. عندي إحصائيات بتحمل. مدينة الإمام علي صلى على محمد سيد بشير. علي بن أبي طالب بريء. عندي ولد كبار وصغار. يعني أعمار موجود عندك؟ اي طبعا، من 17 وفوق 16. يطلعون هذول؟ اي يطلعون تبياتهم. تبياته؟ ايه. جد المبلغ؟ تبياته بورقة. بنات ما هم يطلع بنات. علي الصوت. ما هم يطلع بنات. ليش ما يطلعون بنات؟ ما يطلعون، هم عندك المحافظات كلها ولد. يعني حتى من المحافظات يجون هنا؟ اي اكثر شيء للنجف. وجد ذا واحد حلو كلش، ايش قد سعره؟ هو قلت لك تبياته بورقة. وين ياخذه بمكان؟ المكان هو شوف وين ياخذ. عندك من بغداد لا ما يبات. يطلب شقات ويروح. من الشقات؟ يعني على انا شعاوط احب المحلوه. لحيه يزيدها؟ يا ولد تعالي اللحية. اول شيء الشمع. شمع يشيلها؟ المثلية على قدم وساق. عمي والله ببغداد اكو اماكن يبيعون بها ذكور، صير مزاد على ولد. الله من طي وسامع. انت راح تبقى تلطم لما يصير ابنك شنو مثلي. في فنادق المنطقة التي ما اريد اذكرها، يقول كثير من المرات نمسك اشخاص متلبسين بزنا المحارم، اجل اعاذكم الله واجلكم من هذا الفعل. يقول الناس اما تجي للزيارة مخصوص أو تجي للطبيب، وبعدين وين تدخل إلى هذه الفنادق فنمسك منه، نمسك مثلا الابن ويا مرت الأبو، الحمى ويا مرت الأخ، وأنت بعد سولف اللي ما أقدر أسولفه أنا. احنا بالعراق ذني كل عندنا، لواط عندنا، زنا عندنا، خمر عندنا، غش عندنا، ربا عندنا. أقول الله تعالى ليش ما يمطر حجارة علينا بعد ما أدري. جناب السيد اللي أخذت عمامته بالأمانة هسه مو بعيدة، واحد إذا أهمل أولاده يلاط بهم أو يصير بهم شيء بدون ذكر الأسباب، هذا يلاط به بعدين يصير لي مرجع أو متمرجع، هذا يلاط به بعدين يصير لي مرجع أو متمرجع. نطلع من الحمامات مال المدارس المعممين، معمم فوق معمم، وسيد مقتدى الصدر شاهد، الشيخ اوس الخفاجي شاهد، وسيد مصطفى اليعقوبي شاهد، وهو لا تريد يجيب لك اسماء قل لهم صحيح لو كذب. النجف المدينة الأولى في العراق مدينة الفروخ والفرخشية. الفرخشية الذين يلوطون، والفروخ الذين يلاط بهم، وكثير من الفرخشية من أصحاب العمائم من الشخصيات المعروفة في الوسط الحوزوي، وأكثر الفروخ من أبناء الأمامنة بحسب المصطلح النجفي. أمامنة يعني المعممين. أكثر الفروخ الذين يلاط بهم من أبناء الأمامنة. اما اللي يجون هاي وحده، اما اللي يجون فهم شغلتهم وين؟ على وحده مثلا الارمله، الوحده المطلقه، يعني عندهم فد امور عجيبه غريبه، بحيث اوقات بالمغرب نشوفهم يعني ياخذون نساء ويروحون بالمقابر يمارسون الزنا، مو هيك محصنات يعني. معممين؟ كوارث. انا معممين. اسماء معممين. وده تشهد وذكرت اسماء وناس شاهدوا وياك على هذا الكلام. سيد مقتدى شاهد على هذا الكلام؟ سيد اقول لك مو هي سيد مقتدى شاهد على ناس هسه عند قيادات بالحشد وقيادات شايله بنادق، واحنا وهم كانوا يلعبون فوق ومشناق. دي خليها سكته استاذ قحطان، سد لنا هذا الموضوع، لان هذا موضوع اذا اردت افتحه. يلوط اللواط طبعا منتشر في اوساطهم كثيرا، ويفلسفونه دينيا ايضا. تقريبا حتى ملا صدرة له كلام في تزويق هذا بالاشارات. الشيخ هذا العرفاني يحب الغلمان. الله جعل فيه شهوة نحو الغلمان، لأنه بهذه الطريقة يستطيع أن يحتضنهم ويربيهم، وإلا لا يكون له محرك نحو أن يعلمهم ويصرف وقته عليهم. فهذا من حكمة الله عز وجل، وتقريبا بهذا المضمون اقرأوا عنده. هذا كتاب الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربع، صدر الدين محمد الشيرازي. عقد فيه فصلا كاملا، الفصل 19 في ذكر عشق الظرفاء والفتيان للأوجه الحسان. أن هذا العشق أعني التلذذ الشديد بحسن الصورة الجميلة والمحبة المفرطة لمن وجد فيه الشمائل اللطيفة وتناسب الأعضاء وجودة التركيب لما كان موجودا على نحو وجود الأمور الطبيعية في نفوس أكثر الأمم من غير تكلف وتصنع، لا محالة من جملة الأوضاع الإلهية التي يترتب عليها المصالح والحكم. فلا بد أن يكون مستحسنا محمودا وسيما. ونحن لم نجد أحدا ممن له قلب لطيف وطبع دقيق وذهن صاف
ونفس رحيمة خالية من هذه المحبة، كأنه شافها بالشيوخ والناس اللي يعرفهم كلهم عندهم هذا العشق. ولكن وجدنا سائر النفوس الغليظة والقلوب القاسية والطبائع الجافية من الأكراد والعرب والترك والزنج خالية من هذا النوع من المحبة، وإنما اقتصر أكثرهم على محبة الرجال للنساء ومحبة النساء للرجال طلبا للنكاح. مو عاجبه هذا الشيء. المحافظات منتشرة بها تبادل الأزواج واللواطة بشكل مرعب، يعني كانت باليوم تجيني 30-40 رسالة أسألها زوجي شنو يتعاطى يشرب، تقول لي صوم وصلي، الصلوات بأوقاتها والصوم بأوقاتها والقرآن وحج بيت الله، وإذا أجيب لي صور الشباب يقول لي اختاري يا هو يعجبك خلينا نتبادل بالأزواج، محافظتكم مقدسة بها أعظم خلق الله سبحانه وتعالى، وين القدسية اللي خليتوها للأسد المدفون يمكم من صارت بشكل فظيع ومرعب موضوع تبادل الأزواج. بالدليل عندي الأدلة، أنا دا يطب لي نسوان دا يطني عجائب غرائب، وفي بعض الحلقات دا أريد أحكي بها وأنزل بها وأطلع لا تصير مشكلة وتصير قضية رأي عام، واحتراما لنقابة المحامين اللي رفضت يعني التطرق لهذا الموضوع، خط مباشر خاصة من هذا الموضوع. راح تجيكم مئات الحالات من هاي المحافظة اللي بصفها الوراء المنانة